لكل اب ولا ام بخصوص هاد الايام اللي كيدوزوا الوليدات الامتحانات، سواء امتحانات البكالوريا ولا الجهوي ولا ان شاء الله الثالثه اعدادي، ولا كذلك بالنسبه للمستوى السادس ابتدائي. مزيان، انا عارفاكم بانكم هازين واحد الهم وواحد المسؤوليه ديال وليداتكم، بغيتوهم يجيبوا نقاط عاليه، بغيتو تفرحوا بهم، بغيتو تشوفوهم في احسن المناصب ويحققوا داكشي اللي كطمحوا ليه. هادشي كله مزيان، لكن حذاري انكم توقعوا في الفخ ديال المقارنه، حذاري بانكم تحطوا حياه وليداتكم كلها وتمركز حول فقط امتحان ولا نقطه. الامتحان ما هو الا تجربه، ممكن ان الانسان يفشل فيه، فالله يكرمكم ما تمارسوش الضغط النفسي على وليداتكم، ما تمارسوش الضغط النفسي على وليداتكم، ما تحطوش عليهم واحد الضغوطات كبيره. لا خاصك تنجح باش تقرا باش تخدم، لا خاصك تنجح باش تعاوني، لا خاصك تنجح خاصك تجيب نقطه مزيانه باش تمشي للطب ولا الهندسه، خاصك باش تمشي لمدارس عليا، لا خاصك. هنا حاولوا بانكم تقلوا او تلغوهم، الله يكرمكم هاد الملاحظات. ما الحب ديالكم كبير وانا عارفاكم انتوما هادشي لا نم علاش حاجه كينم على حبكم وتفكيركم والمسؤوليه اللي هازين تجاه وليداتكم، لكن حذاري انكم تدمروهم بدون قصد. حذاري من المقارنات، تشوف ولد خالتك شحال جاب، وشوف ولد عمتك شحال جاب، وشوفي بنت خالتك شحال جابت، وشوفي بنت الجيران شحال جاب وانتي ما جبتي والو. كل واحد عنده مستوى اللي يقدر يوصل ليه، كل واحد عنده قدرات الله سبحانه وتعالى عطاهم ليه، فبالتالي ما كنقارنوش قدرات البعض مع البعض. كل واحد الله سبحانه وتعالى ميزو في واحد الحاجه، ماشي بالضروره ولدي الا ما جابش في البكالوريا 17 ولا 18 ولا 19 ولا 16، لانه ولاو واحد الظاهره ديال النقاط اللي مرعبه الصراحه، لدرجه ان ممكن تلقى بنيه جابت 17 ولا 16 وما عجبهاش الحال. علاش؟ لانها متوقعه ولا كانت باغا 19. فنتوقفوا على هذه المساله، نراعوا الضغوطات اللي كيتمارسوا على الوليدات ديالنا. شنو ما بغى يكون ولدي هكا هذا هو الخطاب ديالي يكون مع وليداتي. شنو ما بغى يكون ولدي النتيجه ديالك انا متقبلاك وباغاك، شنو ما بغات تكون النتيجه. بارك عافاكم توقفوا على الضغوطات اللي كتمارسوها على وليداتكم، حتى لو انكم كنتوا كتمارسوها بحب راه كتاذيوهم واحد الاذى سلبي جدا. القرايه ما هي الا مرحله، القرايه مزيان الانسان يقرا مزيان انه يجتهد، ولكن ماشي هي كل شيء في هذه الحياه، وماشي هي محور الكون، وماشي ما غاديش ينجح الا ما قراش ولا ما جابش واحد النقطه. كاينين تلاميذ اللي جابوا نقاط متوسطه والحمد لله كان عندهم مستقبل زاهر. فكروا في النفسيه ديال وليداتكم، طبطبوا عليهم وتوقفوا انكم تمارسوا عليهم الضغط النفسي.